المهم الدراري هادي الكاميرا ديال الفيديو ديال المغاربة لا في اليهودي ناس معتقد يقولوا في الجنة ما محدودش غادي حتى مكناس الطريقة غادي نشوف واش بصح واش شوف هاد العظام ماشي هنايا وهنا عظام هي العظام دوك ما تدخلش ليك مزيان ولكن راه مولا هنا عظام شوف اصاحبي ولا جا تصوير ماشي هو ولكن راه هانشا عظام قداش شوف مي فهم يكون عظم ديال البشر هذا مي فهم ها هذا دخل باقي ما تدخلش لداخل هذا تلعب الجوله اكسجين قليل بيبي شاف هذا هنا يا صاحبي شوف شو عظم هاو هذا ماكشي هنايا ماش واحد في البلاصه هادي ديما عندهم حد الباب شوف ناري شوف شو هذا عاوتاني شوف عاوتاني شكون ديال هاد البلاصه هادي شو قدها والله حتى قدها شوف اصاحبي شوف اش كيديروا بحال هاد العظام هنا الله اعلم باقي غارق الله يستر صافي كاينين شي عفاري هنا ديال شي حيوان غادي نشوف هذا فاطي فشكال هنا واو شوف شوف شحال هذا ما كاينش شي هيكل واقع شي حيوان ما كاينش شي هيكل كيبين انه حيوان ولا عظام ديال فهمتيني بحال قلتي ديزاين واحد خصنا نديرو شي حاليا هنا فهمتيني خصنا شي بار شركه باش تختار هذوك العظام ديال البشر ولا لا ما بين البيت هنا صاحبي بيت اصاحبي والله حتى بيت واو بيت اصاحبي مسدودة شوف هذا طريقة التصوير ولا كيفاش ستريس والله العظيم إلا ستريس لعب عليه واحد الدهر عمرنا ستريسيت فيه حتى هاد الفيديو هذا كيتمارس فيه السحر ما عرفوش بنادم ديالاش راه كتكون شويه مستريسي هذا الوقت هو بعدين شطوط هذا هو الهدف شوف الاكسجين كتشدني الدوغه كنعرف الاكسجين باي باي
واش غتجي ولا لا. صافي عشتها وعاود رجعت الكاميرا باش نعبر راسي واش نقدر ندخل ولا لا. الله يسر وصافي. ها هي شوف مضيقه. شوف حتى دابا صاحبي. شوف هادي على الطاب والحجر. قصة مأساوية تحولت لاحقا إلى فيلم سينمائي، وفجر بمنع أي أحد من دخوله، والسبب المرعب هو جثة أحد المستكشفين ما زالت عالقة هناك. تعود القصة إلى عام 2006 قبل أيام قليلة من عيد الشكر، عندما كان طالب الطب جون إدوارد جونز في ولاية يوتا يزور عائلته مع زوجته إيميلي وابنتهما المولودة حديثا. كان جون مستكشفا شغوفا للكهوف، وسعى برفقة شقيقه و9 أصدقاء آخرين إلى إعادة إشعال حبهم لاستكشاف الكهوف برحلة إلى كهف ناتي بوتي، دون علم إدوارد أن الكهف سيصبح قبره في غضون 24 ساعة فقط. قرر جون برفقة شقيقه جوش المغامرة في أعماق الكهف لاستكشاف قسم يعرف باسم قناة الولادة، وهو طريق صعب للغاية يتضمن الضغط عبر ممر طويل وضيق يفتح في النهاية على منطقة كهفية كبيرة. صادف الشبان في النهاية فتحة ضيقة للغاية في الجدران، لكن جون استمر في التقدم معتقدا أنه كان في تلك القناة حتى وصل إلى طريق مسدودا. أثناء محاولته تحرير نفسه انزلق إلى عمق الحفرة، حيث أصبح محاصرا رأسا على عقب في مساحة صغيرة جدا لا يستطيع طفل صغير الدخول بها. شاهده شقيقه جوش وصدم عندما وجد قدميه فقط بارزتين وجسده ملقى برأسه أولا في شق ضيق. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام المحلية في ذلك الوقت وصف جوش كيف ابتلعت الصخرة جون، وأضاف: لقد كان الأمر خطيرا حقا. بعد 27 ساعة من الحفر أصبح جون فاقدا للوعي، وتمكن أحد المنقذين من الزحف بالقرب من جون بما يكفي لفحص علاماته الحيوية، ولاحظ أن درجة حرارة جسده قريبة من درجة حرارة الجدران الصخرية للكهف. وأبلغ المسعف بنتائجه، والذي تمكن من النزول إلى جون فقط ليؤكد بشكل مأساوي أنه توفي. تم تحديد سبب وفاة جون على أنها سكتة قلبية واختناق، وتم هدم مدخل الممر مع ذلك سرعان ما تقرر أنه من الخطير جدا محاولة استعادة جثته. قامت الفرق المختصة لمنع وقوع أي حادث في المستقبل بهدم مدخل الممر بالمتفق الخاضعة للرقابة وملؤه بالخرسانة. وفي عام 2016 تم تجسيد المأساة في فيلم بعنوان The Last Descent، وبمجرد أن اتضح أنه لا يمكن استعادة الرفات أصبح مدخل الكهف نصبا تذكاريا للعائلة مع لوحة تذكارية تخليدا لذكرى جون. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. مابقاش كنحسنهم. شوف دابا المشكل هو انني راه نهبط، نقدر نهبط، ولكن الطلوع اللي فيه المشكل. ديما في الطلوع اللي فيه المشكل. سبحان الله العظيم. عرفتي كيفاش دير بحال كتبات لك الخاتم بحال ما هكاك. سيو كبير باش نشوف هاد اللغز، هاد الغار هذا فين واصل. نحيدو هاد التناوي هادو هكا، نديرو هكا، نجيب لك الواقع هنا داكشي يتحط نحقو طريقه صافي مزيان. واو عرفتي غادي نهبط بواحد الطريقه بحال اللي غادي نتصدر. المشكل هو اني الا هبطت واش غادي نقدر نطلع للفوق. عندك طيح الكاميرا. مشكل باش نعاود نرجع. دابا باش نطيح الكاميرا. غادي نعاود نرجع باش نرفع على راسي. يابس دابا البلان اللي طرا ليا دابا هبطت ياك وصلت لحد هنايا باش الكود ديالي يعاود يرجع مستحيل. غادي نعاود وغادي نرجع غندور ونهبط على رجليا. هذا هو الحل الاخير. شوف الحل الاخر هو خصني ندور ونهبط على رجليا احسن.
شي مزير ما كاينش كيفاش تهبط. ولكن غنتقاد معاه واحد غلط إلا عليها. اسمعني اخويا، شوف الحرام شو معكسه. من هبطت على راسي ما بغاتش، من هبطت على رجليا بغات. اجي دابا غتجي عندي. اجي شا ها هي دابا تيسرات حتى رجع. دابا غنعاود نرجع على راسي. واو هو فين غادي حتى مازال غادي اصاحبي. سمعت واحد الحركة، سمعتوها؟ الحركة مبغيتش نتنوى، والله ما كنبغي نتنوى. ملي كنسمع شي حاجة مكنبقاش غادي معاها، كنتصرف عادي، كنكمل الرحلة ديالي. الا بقيت منوي، الا بقيت منوي معاها غادي تكثر كلشي، فهمتي؟ غتستريسا وغتعيا، قلبك غادي يزدح معاها، مشى لك كلشي. نمشي مع داوتان. ايوا حط قبعتين الشا. باش كون وصلت تقريبا واحد والله ما بغيتش شي حاجه تنولني. هذا بيت كبير، هذا مرتاح. السلام عليكم. هذا محدود، شوف هذا محدود، راه باين الحد ديالو. هذا هو البيت. انا شنو زعما هذا هو الاخر ديالو ولا شنو؟ ما يمكنش نكمل اخي. ايوا كمل. واه على بلا. شوف شنو هي؟ شنو هذا صح؟ شوف وهني واش نولي نحرق شي. انا غنبقى نضرب بسلاحي ثانيه، والله حتى نبقى نضرب بسلاحي بالرب. عندي الفيديو ديالي، غنمشي بحالي معزز مكرم، غتنوضوا معايا الارض، غنوض معكم انا الارض صافي. وهنيونا. متخليونيش نكعى، وإلا كعيت راكم عارفين اش غيطرا. فين هاد تحلل؟ شنو هو هذا؟ كلب واقيلا، والله شنو شتي. المهم راسو بحال راس الكلب. باش ما نضيعوش الوقت، عارفكم اللي كنت عارف مريح هنا وعارف لاخر انت مريح تما وانت مريح ليها ودايرين بحال هكا كتشوفوا فيها، عارفكم. ولكن هذيكم والو. خليني ندير الفيديو ديالي نمشي فحالي وما يور والو. انا ديما كنتصل لكم صافي. صافي الدراري صافي. شي محبوس حدو حد هنايا شويه محطوطه. هادي الشي هاد الحضره هادي كاملين كتشوفوها محطوطه. شنو العش وشنو كامله محطوطه. هادي الشي غادي ندوز من تحتها. الله يسر صافي.
باش تدخلي هكا كاع ما غنضرب التماره باش ندخل لديك التقحيبه. العذاب الاليم هو شدك. هذا هو الحد ديالها. شتا هذا هو الحد ديالها. ما كاينش شي حد كبير كيقول لك يخرج مكناس ما كيخرجش مكناس لا ولا. الحد ديالو هو هذا. ما كاينش شي حاجه اخرى من غير هادشي. غابقاو تقرقبوا عليا تما. شفت لكم شي واحد نخدم به وكنسخرو. تبرهيش هذا. هادشي اللي كاين. غادي نعاود نرجع للوتور. الزوار دابا ما كنشوف والو. الفوبيا. تخيل معايا دابا بحال داكشي اللي في المجرة شي واحد من النور شي كائن ما معروفش بحال والو. يعبدون ما في السماوات وما في الارض. هما راه كاينين اصحاب الارض. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا ما غاديش نتنوى والله ما غادي نتنوى بالله. هادي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه له ما في السماوات وما في الارض. كن ذا الذي يشفع الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صافي الحمد لله. كتقرا عليهم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. كتقرا عليهم القران صافي كيطيروا صافي. كنحاول نثبت راسي فهمتيني. صافي ملي كتقرا عليهم القران الحمد لله. ها انتم باش تعرفوا هذا راه درس باش تعرفوا آية الكرسي شحال صعيبه عليهم هما. وما كنتنوى ما كنتخلع ما والو ما كنتخلع ما حتى شي حاجه. كتكون ديك ردة الفعل وصافي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هداني لهذا. لأن البلايص المهجورين عندهم إشارات وأنت خصك تكون سبحان الله العظيم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.